السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة الشيخ خالد. النهاردة جايبين حاجة كل الناس بتحبها، السينما. ها هنا نقف قليلا. شوف شوف عامل ازاي. حاجة كده بصي يعني خيال. هنعملها مع بعض. مكونات سهلة وبسيطة، ما تروحش تشتريها ب100 جنيه من بره القطعة. ليه؟ احنا ممكن نعملها. السحر والجمال. ما تروحوش بعيد لحد ما اخلص الطبق بتاعي بس، وهنبدأ نعرفكم ازاي نعمل السينما في البيت بالمكونات البسيطة اللي في كل بيت عندنا. ما تروحش بعيد، بس يا ريت قبل ما نبدأ اشتراك ولايك وشير. معانا كوباية لبن تقريبا 250 ملي. حط عليها 60 جرام سكر، وعندي خميرة فورية تقريبا 8 جرام، ومعانا رشة ملح. هقلب دول كويس بحيث ان الخميرة تدوب معاهم. بعد كده هكسر بيض عليهم. كده كويس. البيضة يبقى لازم فانيليا، حاطط ظرفين فانيليا. قلبهم كويس. كده تمام. حط الدقيق. الدقيق معانا حوالي 450 جرام. نبدأ نلم المكونات مع بعض. العجينة دايما بتبقى كده ملزقة يا جماعة، عشان بس ايه، مش هتبقى زي عجينة العيش يعني. معانا الزبدة حوالي 15 جرام. حبيت تحطيها مع اللبن والحاجة مفيش مشكلة، يكون اللبن دافي عشان الخميرة بس تشتغل. حبيت احطها مع العجينة كده، تساعد انها تلم العجينة شوية. لازم تشتغل بإيدنا. حاجة معلقتين دقيق تاني. ندي معلقة دقيق. نطلعها برا هنا. كده خلاص هنسيبها ايه تخمر.
يا اما نسخن البوتاجاز ونسيبها فيه، هتاخد لها بالظبط بتاع نص ساعة، يا اما هتحطيها في المطبخ العادي هتاخد لها بتاع ساعة ونص كده، ونسيبها تخمر. هنغطيها وندخلها بقى تخمر لحد العجينة ما تخمر. هناخد 4 معالق سكر، ده الحشو بتاع السينامون. مش هقولك سكر بني ولا هقولك مش عارف ايه، هو سكر عادي بتاعنا. وهنحط عليه ايه، معلقة قرفة. اهم حاجة القرفة تكون حاجة نضيفة. هنقلبهم مع بعض كده. الحشو بتاعنا ايه، جاهز. كده بعد ما سيبناها نص ساعة تخمر في البوتاجاز، بسم الله ما شاء الله، رشة دقيق كده خفيفة هنا. نزل العجينة كلها، ناخدها كده نحاول نفردها. نحاول نفردها بشكل مربع يا جماعة. زي ما احنا شايفين بنحاول نفرد كمان. قدر الامكان يبقى الشكل مربع معانا. كده احنا فردناها قدر المستطاع. بعد كده هنجيب اهم خطوة، معانا الزبدة زي ما احنا شايفين كده، هنفردها عليها. نوزع الزبدة كلها بالتساوي. ونحاول ايه، نوزعها كده. نجيب بعد كده السكر بالقرفة نتوزع عليها، نغطيها كلها. زي ما احنا شايفين كده كل الحتت اللي هي مكان الزبدة دي كده اتغطت. يعني ما نبخلش عليها كده. خلاص ريحة القرفة عاملة شغل جامد. نبدأ بعد كده نلم الأطراف بتاعتها. طبعا احنا اتعمدنا نحط على السيليكون عشان يبقى ايه، نعرف نلم. خلي بالكوا العجينة طرية يعني، رخمة شوية بس النتيجة تستاهل يعني.
كده اتلمت. نيجي دلوقتي عشان نقطعها. تمام، مش هنبقى بالسكينة، هنقطعها بالخيط. هنيجي كده في نصها، هنيجي ايه قاطعين. تمام، والنص هنقسمه النص برضه عشان نطلعها قدر الامكان تساوي. يبقى كده 2، ادي كده 4، 5، 6. لا انا اخلي دي 3. زي ما انتم شايفين كده. هنجيب الصينية بتاعتنا، هرصها كده. نكمل بقى التقطيع. زي ما احنا شايفين كده، عملت 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. جايبين صينية مدهونة زبدة هنحطها. خلي مسافات بينها عشان لسه هتخمر كمان. نعمل حساب ان لسه ايه العجينة هتخمر كمان. نجيب صينية تاني. كده زي ما احنا شايفين. ندخلها دلوقتي تخمر، نرجع تاني نشوفها بعد ما تخمر. كده شايفين بعد ما خمرت، هنجيب معانا معلقة زبدة، ندهن وشها كلها زبدة كده. عشان يدينا وش حلو جميل. كده ندخلها في الفرن بقى، تاخد لها في الفرن بتاع 25 دقيقة. ده معانا هنعمل الصوص بتاع السينامون. معانا هنا حوالي 80 جرام زبدة. تمام، هنزل عليه ب5 مكعبات جبنة نستون، او لو في جبنة كريمي ماشي، بس انا المتاح عندي دلوقتي النستون. نقلبهم مع بعض كويس. عندي نص كوباية سكر، هنزل شوية منها. هحط معلقتين كريمة. نقعد نضرب كده لحد ما المقادير كلها تتجانس مع بعض، تتجانس.
انا خدتها ضربتها في الخلاط عشان تديني النتيجة دي. كده بعد ما طلعت من الفرن، اخدت في الفرن بالظبط حوالي 25 دقيقة. تمام زي ما احنا شايفين. هنسيبها ترتاح كده 10 دقايق ونحط الصوص بتاعها عليها. كده عدل 10 دقايق سيبناها تبرد. الصوص هنحط عليها. في ناس بتحب تاكلها على كده بسكر بودرة مثلا. الصوص هيسيح ويخش جواها. وبالهنا والشفا. كده شوية سكر بودرة على الوش، شوية قرفة، الصوص بتاعنا الجميل. ها هنا نسكت قليلا، نقف إجلالا واحتراما السينما.